ايه رأيكم بقى في جمال القرص؟ بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الهيشان بتاعها، حاجة قطنية وهم، بجد حاجة قطنية وهم. بصوا لو قلت لكم مدى جمالها مش هتصدقوا. بصوا عاملة ازاي، بصوا. تعالوا بقى نبدأ الفيديو، اقول لكم الحلويات دي انا عاملاها ازاي. يلا بسرعة تعالوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. بصوا بقى، بما ان بقى الجو ساقع كده قلنا نقوم نعمل مع بعضينا حبة قرص طرية. طبعا القرص الطرية دي لا غنى عنها بكوباية الشاي كده ساعة العصاء المغارب واشربي. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعة القرص الطرية ايه. مفيش عجين، هتعجين على ايدك، مفيش اي مشكلة ولا اي حاجة خالص. تمام تمام. اول حاجة معايا كوباية الا ربع مية دافية. ركزوا بقى، كوباية الا ربع مية دافية، ربع كوباية سكر. تمام. هنزل عليهم، فين الخميرة؟ ادي الخميرة اهي، وهضربهم بقى كده مع بعضيهم شوية. انا ضربت اهوت الخميرة وكله مع بعضيه. تعالوا بقى نحط دلوقتي، ننزل بالمقاديرنا. معايا 4 معالق لبن بودر، معايا رشة الملح بتاعتنا، وهمسك برضه اضربهم مع بعض. تمام كده. تعالوا بقى، انا طبعا غيرته وحطيت الخطافة عشان هنحط العجين بقى بتاعنا. معايا نص، لا دي يعني كوباية الا ربع، كوبايه الا ربع من الحليب، وحط عليها نص معلقه خل عشان تروبهولي. نزلت بمعلقتين بيكنج باودر، وهنزل بقى بنص دي كوبايه سمنه على زيت، بس مش هحطها كلها، هسيب معلقتين عشان في الاخر الم بيها العجين، يعني هسيب الحبه دول. تمام كده. خليهم بس ياخدوا ضربه كده مع بعض. كده بقى ايه، ضربت كل المكونات في بعض. ننزل بقى ايه بالدقيق. بصوا بقى، نزلت ب3 كوبايات ونص من الدقيق، 3 ونص، خليكم حافظين 3 ونص. نديهم بقى ضربة على الهادي كده لحد بس ما كله يندمج مع بعضيه. بعد كده ازود بقى. بصوا بقى كده اهو، هنسيبه بقى شوية يعجن مع نفسه بقى، يجي 4 5 دقايق مع نفسه لحد ما الاقي العجينة بقت طرية. 4 5 دقايق. بصوا بقى، وهي في المرحلة دي هنزل بمعلقتين السمنة اللي انا قلت لكم ايه هعينها، هحطها في اخر العجن. بصوا بقى، بتديها تيست جامد جدا. وهسيبه يضرب تاني شوية، يفضل كده مع نفسه عبال ما الاقي العجينة اتلمت وبقت جميلة. بصوا، اقرب لكم الكاميرا، فهسيبه شوية. بصوا بقى، انا قعدت اعجن فيها. بصوا يعني سبته 4 5 دقايق قعد يعجن فيها. تعالوا بقى نشيله. تعالوا بقى، بص بقى العجينة بتاعتنا عاملة ازاي. ايه، ملبن كده، ملبن. بصوا عاملة ازاي، طرية ازاي. تعالوا نلمها بقى مع بعضينا. طبعا الدقيق يا جماعة اخد معايا 4 كوبايات، كل واحد حسب الدقيق بتاعه. بصوا بقى، انا عايزة بس بعملها كده عشان عايزة اوريكم يعني كده نجحت. بصوا عجنتي اهي زي الفل. هنسيبها بقى كده في الطبق يعني تاخد، احنا طبعا الجو ساعة، هسيبها ساعة. سيبها ساعة كده تخمر، عايزاها ترتاح، ترتاح براحتها جدا، ونبقى نرجع لبعض وهي بعد ما ترتاح شوية. تعالوا بقى، انا طبعا سبتها زي ما قلت لكم. بصوا بقت عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعة. الصلاة على النبي دي بتزيد الرزق وبتعمل حاجات كتير اوي. بصوا بقت عاملة ازاي. بصوا ملبن معايا خالص، ما شاء الله، الله اكبر. انا جبت قارب بقى بتاعي اهوت جنبي، وادي بقى انا هجيبها هنا اهو. انا هجيبها اعمل فيها ايه بقى، هكور كل واحده. طبعا بعينيكي كده، او عندك ميزان ممكن تجيبي الميزان بتاعك وتقومي ايه وزنها عشان يطلع كله شبه بعض. لكن انا عارفه اهوت انا هعمل ايه. طبعا هجيبها واقوم جايه اوريكم، تقعدوا تدوميها كده زي الورده، وتقومي جايه عاملاها كده. اهم حاجه كده يا جماعه اهو، شايفين اهي. هدخلها كده في بعضها عشان تطلع معايا ما فيهاش اي جوانب ولا اي حاجة. تطلع معايا مظبوطه اهي.
طبعا لسه لما تتحط في القالب انا ايه هبططها، بس الاول نحطها كده. نبطط دي كمان المنظر ده اهي. نحطها بقى بسم الله، ونيجي اعمل معاكم كمان واحده اهي. بقوم جايه عاملاها ايه، لمها كلها في بعض زي ما بتكوني بتعملي حفره اهي. بصوا اهي، تفضلي تعمليها كده ليه، لان انا عايزاه بس تجمع يبقى شكل واحد كلها القرصه اهي. واقوم جايه بقى ايه عاملاها زي الكوره كده اهي. شفتوا مفيش اسهل منها كده خالص. واقوم حطاها تمام كده. بصوا بقى انا عملتها ازاي، تعالوا بقى بايدينا كده هنقوم ماسكينها ايه مبططينها كده. ممكن بقعر الكوبايه اللي انت عاوزاه اعمليه، هتمسكي كده اهو تمام كده. بصوا بقى بططتها، بصوا بقى اديني بططتها اهوت بالمنظر دوت. هسيبها تخمر بقى ساعه كده وارجع لكم اوريكم خمرت ازاي. ليكوا بعد ما خلصت خلاص القراص التحفه الوهم اللي ملهاش حل. بصوا 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 الطيارات، بصوا بصوا الهشاشات. نفتحها بقى من جوه يا سيدي يا سيدي يا سيدي انا. بصوا الجمال، واو بصوا عامله ازاي. بصوا بصوا الجمال بقى يا جماعه يا جماعه. بصوا انا يعني الواحد ما بيشكرش في نفسه يا جماعه. بصوا اللون، بصوا اهو، بصوا بصوا طريه ازاي. لا بجد بقى مع كوبايه بقى شاي، بصوا بقى كده. امم فظيعه فظيعه. عايزه اقول لكم جميله جدا مع الشاي. وهم وهم وهم. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو القرص الطريه الوهم الجميله اللي ملهاش حل ديت. ولا تقولي لي فران ولا تقولي لي الكلام ده، عندك المقادير سهله جدا مفيهاش اي حاجه. خشوا هنتابع هننزل الفيديو وشوف الفيديو من اوله وامشوا على تكاته وحركاته يا جماعه، وهتعرفي كل حاجه ماشيه ازاي. لو كان الفيديو عجبكم متنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سالي صلاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.